اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بالف خير. هنعمل النهارده ان شاء الله مع بعض حبه قرنبيط كده مقرمشين بطريقه جديده، يلا تعالوا نخش على الفيديو ونشوف هنعمل ايه مع بعض. بس الاول اشتركوا في القناه واعملوا لايك، ويلا نسمي بالله كده ونشوف هنعمل ايه مع بعض. على النار نجيب فيها كده معلقه كمون علشان الريحه، معلقه صغيره كده كمون، ما نكترش. والقرن الشطه ده علشان ما يعملش ريحه في البيت. وهنحط ايه؟ معلقه كده مش ملانه سكر عشان الغازات، عشان الغازات اللي في القرنبيط. هننزل بقى بالايه، ومعلقه كركم، معلقه صغيره كركم. هنحط كده كمان ايه، معلقه صغيره كركم تدي لون كده للقرنبيط بتاعنا الجميل ده. هننزل بقى بالقرنبيط هنعمله ان شاء الله بطريقه مقرمشه. ننزل كده نخلي الزهره تحت. هنسيبه بقى كده يستوي، مش هنسيبه قوي، من 8 دقايق بس كده. اما القرنبيط بس يستوي، مش يتهري قوي، يعني يكون مستوي بس مش مهري. وهنعمل الخلطه بتاعتنا اللي هنقلي بها القرنبيط. خلاص يا حبايب قلبي، والقرنبيط بتاعنا خلاص، انا مش عايزاه يتهري قوي عشان يبقى في يبقى ماسك خير. خلاص احنا هنصفيه كده من الميه بتاعته، شكل الكركم الجميل ده. الكركم عطوله اللون الحلو ده كده. خلاص يا حبايبي، والقرنبيط خلاص جهز معانا اهو السلق. هننزل بقى بالخلطه اللي هنقلي بها القرنبيط بتاعنا. هنحط كام؟ 6 معالق دقيق. هنحط كمان ايه، معلقتين نشا، معلقتين نشا. هنحط بقى ايه، ننزل بمعلقه صغيره ايه كمون، ما نكترش الكمون عشان ما يسودش. فلفل اسمر، بهارات بقى مشكله، كزبره على كمون على فلفل اسمر، يعني 7 بهارات. نحط بقى ايه، معلقه كمان كركم، معلقه صغيره كده. انا بحطها على مرتين عشان ما تبقاش يعني فيها معلقه مليانه صغيره. معلقه ملح، وهننزل بقى بشويه ميه دافيين. ميه دافيه، لازم تكون الميه دافيه. ننزل بالميه تدريجيا. ما تكونش تقيله قوي. ننزل بالميه شويه شويه كده، اما نحتاج ايه، نشوف هنحتاج قد ايه ميه. ما ننزلش بالكوبايه كلها مره واحده. ننزل بقى يا حبايبي بايه، بنص معلقه صغيره ايه، كزبره مفرومه، على شبت، على بقدونس، يعني شبت موجود عندي، شبت، بقدونس، كزبره خضراء، معلقه صغيره كده عشان ما نكترش، عشان ما تبقاش سمره في التحمير. ننزل برضو ب3 معالق دقيق كده.
معلقه ملانه نشا وحبه كركم وشويه كمون برضو صغيرين. في الدقيق الحاجه في الدقيق والنشا هيبقى جاف. بس نجيب بس نبلبله شويه صغيرين كده بحبه ميه كده نفلفله بس كده بس. يعني يبقى معرق كده زي الرمله المبلوله، يعني زي الرمله كده المبلوله، مش مرقه، يعني مش ممرقه قوي كده، لا يا دوبك كده ميه بسيطه كده خالص، تبقى عامله زي الرمله المبلول. شكل كده هعملها بايدي، اعملها بايدينا بس كده. هننزل بقى على الخليط بتاعنا ده ببيضه واحده عشان بس تدي الكفر بتاعنا هشاشه. ما بحبش بيض كتير، وعشان ما يبقاش فيه رغاوي كده واحنا بنقلي البيض، يبقى لا، بيضه واحده تدي بس للجفر الخارجي بتاع القرنبيط ده هشاشه بس كده. خلاص احنا بقى نحط الزيت بتاعنا. خلاص الحله بتاعتنا نشفت، حطيناها على النار، ننزل بقى بالزيت. انا حاطه في الحله الصغيره دي ليه؟ عشان يبقى الزيت كتير، لان الطاسه واسعه والزيت مش هيبقى فيها كده مبهوق فيها كده، لكن ديت حلو. لازم يا حبايب قلب الخلطه تغلي في القرنبيط بتاعنا كده. بتاعتنا السايله دي اللي احنا عملناها مع بعض، اللي هي البيض والدقيق والنشا والبهارات وحبه كزبره مدقوقه كده مخروطه، وعم الزيت بس يسخن هنطلع من هنا عم الدقيق ده، هنحط هنا على طول. لازم يكون الدقيق متبلبل كده شويه بحبه ميه. وهننزل بقى المعلقه السحريه دي اللي تخلي القرنبيط ما يشربش زيت خالص، معلقه نشا في الزيت بتاعنا اللي هنقلي فيه القرنبيط. يعني حد يقول لا ازاي الزيت هيتحط هتعمل لا، مش هتعمل حاجه خالص. خلاص يا حبايب قلبي، وهنشوف القرنبيط بتاعنا اهو مقرمش. يمكن سامعين الصوت بيتقرمش وجميل. وسر القرمشه في في النشا اللي احنا حطيناها، المعلقه اللي احنا حطيناها هنا دي، حطيناها في الزيت واحنا بتاع القليه بتاع القرنبيط. خلاص يا حبايبي، وده اخر واحده اهي من القرنبيط. وانا كان عندي برده برنجان، قلت هعمله برده بالطريقه دي. جربوا بس البرنجان والقرنبيط بالطريقه دي بالخلطه دي، وقلبوا بالخلطه ديت وهتشوفوا. سامعين صوت القرمشه؟
قرمشه من جوه طري حاجه، والكفر اللي بره ده مقرمش بطريقه روعه. خلاص يا حبايبي، ودي الشكل النهائي للقرنبيط بتاعنا. وكمان كان عندنا برنجان كده قمت مقطعاه برده وعاملاه بالخلطه بتاعت القرنبيط وقليته، واهو سامعين الصوت اهو، ما بخربطش على السطح على الصحن ولا حاجه، على القرنبيطه نفسها قرمشه بطريقه ومن جوه طريه اهي، اهي مقرمشه وجميله، والجدار الخارجي بتاعها دي مقرمش، والريحه طالعه ما اقدرش اقول لكم. واحلى عشاء طبق قرنبيط مقلي بالطريقه اللي انت شفتها ديت، وطبق سلطه متقطعه، سلطه على فلفل على بصل كده متقطع، وبتنجان مقلي. واحلى عشاء. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه من قناه ايام حلوه مع ماما وسلمى، ونلتقي في فيديو جديد مع ايام حلوه مع ماما وسلمى، ونلتقي في فيديو جديد ان شاء الله. والبتنجان مقرمش وجميل اهو اهو، وطري من جوه وجميل ومقرمش، والطبقه الخارجيه دي مقرمشه، وبرده القرنبيط مقرمش زي ما انتم شايفين كده. اديا ما هتبطلوا تعملوه، من جوه طري ومن بره مقرمش وجميل. ويلا واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.